في ملخصنا النهاردة هنشوف بنت جميلة بعد ما بتتنقل لبيت جوز أمها بتقع في حب أخوها أو مش بتقدر تسيطر على مشاعرها ناحيته. يا ترى القصة دي هتوديهم لحد فين؟ وإيه اللي هيحصل ما بينهم بالظبط؟ كل ده وأكتر هنشوفه مع بعض النهاردة، فتابعونا للنهاية. وما ننساش قبل ما نبدأ نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث مع نوا اللي بتلم شنطتها أو بنشوف إنها بتاخد معاها كتب كتير لأنها بتحب القراية. أو في الطريق وهي مع أمها بنشوف إن العلاقة ما بينهم مش أحسن حاجة، وشايفة إن أمها خربت البيت علشان سبب تافه. أو بتقول كمان لأمها إن ما ينفعش الحب هو اللي يعمل فيهم كده، ما هي كمان بتحب واحد ومحدش مهتم أصلا. أمها بتمتص غضبها أو بتوعدها إن حياتها تتغير، وأخيرا بيوصلوا البيت وده جوزها الجديد. وعلى الرغم إن نوا ما كانش عاجبها الوضع، بس بتفرح جدا ببيتها الجديد لأنه حاجة كده قصر أو مطل على البحر وفي كل حاجة حتى حمام السباحة. بتطلع نوا مع أمها عشان تشوف أوضتها، وهناك بقى بتعرف إن الأوضة دي جنب أوضة نيكو، أو ده ابن اللي هو دلوقتي بقى في حكم أخوها. بتتصل بعدها نوا بصاحبتها أو بتقول لها إن البيت الجديد كل حاجة فيه غالية جدا، بس هي برضه مش مرتاحة فيه. وطبعا صاحبتها بتتريق عليها وبتقول لها إن أي حد يتمنى يبقى مكانها. بتنزل بعدها نوا تدور على أي حاجة تاكلها، ولما بتفتح التلاجة بتلاقي حاجات كلها مش عارفاها أو بتتريق على التلاجة بتاعتهم. بس لما بتقفلها بتلاقي نيكو واقف قدامها وبيقول لها إن التلاجة فيها أكل راقي، وطبعا اللي زيها جاية من الريف ما يعرفش حاجة عنه. لما بتحاول إنها تتحرك بيفضل صور كلب نيكو ينبح عليها، ومش بيسكت غير لما نيكو بيقول له اسكت. بيدخل عليهم بعدها ويل ومراته، وكانوا مبسوطين إن ولادهم اتعرفوا على بعض أو بيبلغوا نوا إن هم خارجين كلهم بالليل. لما بترجع نوا أوضتها بتلاقي صاحبتها لسه على الخط أو بتسألها عن شكل أخوها، بتفضل تضايقها. أو بالليل بتنزل نوا معاهم علشان تحضر العشاء، وبرضه بتلاقي نيكو واقف قدامها ولسه بيضايقها، فبتركب مع أمها العربية أو بتسيب نيكو يركب عربيته لوحده. بيوصلوا المطعم الفاخر، وهناك بيقول لها ويل إن هو هيعمل لها كارت عضوية عشان تقدر تدخل المكان ده في أي وقت تحب. وعلى العشاء بتلاحظ نوا إن الويتر بتلمس إيد نيكو وهي بتقدم الأكل، وطبعا دي حاجة بتضايقها. وبعد كده ويل بيتفخر بابنه أو بيقول لها إن ابنه بطل في ركوب الأمواج، ده غير إن هو شغال في شركة محاماة كبيرة، يعني مفيش حاجة في الدنيا مش بيعرف يعملها. بعد شوية نقاشات وتريقة من نوا عليه بيقوم نيكو علشان يروح الشركة، وكمان نوا بتقول لهم إنها عايزة تمشي. فبيقول لها ويل ترجع مع أخوها وهو هيوصلها. في الأول بترفض، بس ويل بيضغط عليها لحد ما بتوافق تركب معاه. أو في الطريق بيسوق نيكو بسرعة أو بتتضايق نوا منه أو بيتريق عليها وبيقول لها أنت أكيد أمك بتحبك عشان كده جابتك تعيشي معانا. فبتتريق عليه أو بتقوله علشان أمه مش موجودة. في اللحظة دي بيوقف العربية وبيقول لها انزلي أو هنزلك أنا بالعافية. بتفكروا نوا إن هو بيهزر، بس فعلا بيطردها من العربية. وعلى الطريق بتشاور العربية وبتركب معاها، وبتكتشف إن هو صاحب نيكو وبياخدها على الحفلة اللي نيكو فيها. وبتطلع حفلة بيتعمل فيها كل حاجة، واللي منظمها روني اللي لسه طالع من السجن. وهنا بقى بتتصدم نوا لما بتشوف نيكو في الوضع ده، وبتروح تقول له إنها تفضحه وهتقول لأهله اللي فاكرين إن ابنهم ملاك وساب العشاء عشان يروح الشغل. بس بيحذرها وبيقول لها تبعد عنه وهو هيبعد عنها. بتحاول بعدها إنها تنسجم في الحفلة الغريبة دي لحد ما بيكلمها روني وبيخلي واحد من رجالته يديها مشروب. بيوصل نيكو يضرب الراجل ويرمي المشروب من إيديها، وبيقول لها إن الراجل ده بيحط مخدر في المشروب وبيديها لأي بنت تعجبه. وعشان نوا كانت ضاقت منه بتبدأ تدوخ، فبياخدها نيكو في عربيته علشان يرجعها للبيت. تاني يوم بتصحى نوا مش فاكرة أي حاجة، وبتكتشف إن نيكو أخد تليفونها وبعت منه رسالة لأمها بتقول لها فيها إنها ظلمت نيكو وإن هو طلع شخص كويس. وبيعرف نيكو من أمها إنها كانت بتحب واحد اسمه دين، ودلوقتي متضايقة إنها بعدت عنه. أو بنشوف إن الكلام ده بيضايقه شوية لسبب هنعرفه كمان شوية. تاني يوم بتطلع نوا تقعد على البحر، برضه بتلاقي نيكو وأصحابه رايحين هناك. أو بالليل بيروح نيكو علشان يحضر سباق، وكله طبعا كان متأكد إن هو هيكسب زي كل مرة. بس المرة دي الوضع بيتغير لما نيكو بيشوف نوا واقفة، وكان باين جدا إن هو معجب بيها، وطول الطريق بيفضل يفكر فيها ومش بيكون مركز. واللي بيضيع تركيزه أكتر إن هو بيشوف واحد واقف معاها وبيقلل سرعته عشان يعرف ده مين. طبعا ده بيخلي التاني يسبقه، بس نيكو بيرجع يركز تاني وبيقدر إن هو يكسب في الآخر. في نفس الوقت ده رقم مجهول بيبعت صور لنوا، ولما بتفتحها بتصدم إن حبيبها دين بيخونها مع أعز أصحابها.
فبتتضايق وبتقرر إنها تتصور نفس الصورة وهي بتخونه علشان تضايقه. وهو بيشوفها نيكو عمالة ترقص وعمالة تقرب من الناس، فبيروح لها وبيسألها ايه التهريج اللي هي بتعمله ده، ولما بيشوف الصورة بيفهم هي عايزة تعمل ايه، وبياخد منها الموبايل أو بيصورها نفس الصورة وهي معاه، وبيقول لها انت كده أخدتي صورتك ولازم تروحي البيت حالا. بتقعد ناو في عربيته وبتبعت الصور لدين، أو بتغيظه وبتقوله إنها ما أخدتش وقت عشان تلاقي حد أحسن منه، أو بعدها بتقعد على كرسي السواق. بس بتلاقي روني مقرب عربيته وبيقول لها إن ده وقت سباق، أو بما إنها هي اللي موجودة يبقى هيسابقها هي. أول ما بيبدأ السباق بيطلع نيكو جري علشان يشوف إيه اللي حصل، وهو بيتصدم لما بيلاقي أخته هي اللي سايقة، بس بيتصدم أكتر لما بيلاقيها محترفة وكمان بتقدر إنها تكسب روني. ده طبعا بيعصبه وبيخليه يشتمها، ولما بيسمع نيكو الكلام ده بيروح يضربه وبتحصل خناقة كبيرة. بيستغرب لما بيلاقي نوا قاعدة على الأرض وهي مرعوبة، وده لأنها كانت بتخاف وهي صغيرة لما أبوها بيتخانق مع أمها. قبل ما الشرطة بتوصل وتقبض عليهم بتوصل جينا، دي صاحبتهم، وبتاخدهم في العربية وبتهرب بيهم من المكان. بعد ما ساب نيكو عربية الروني لأنه حسب القانون خسر السباق لأن نوا مش من ضمن الفريق. تاني يوم بتصحى نوا على صوت أمها وجينا اللي بيبقوا عايزينها تستعد بسرعة عشان في مناسبة مهمة، وبتلاقي نوا رسالة غريبة مبعوتة لها وبتعرف إنها من روني اللي بيقول لها إنها المفروض ما تغلطش في حد تاني. المهم بقى إن نوا بتنزل الدور الأرضي في البيت وبتشوف قد إيه وال بيحب أمها وخايف عليها ومش بتبقى عارفة تفرح ولا تزعل. وبالليل بتروح الحفلة مع أهلها، بس بتلاحظ إن نيكو مش موجود، وبتشوفه منزل الستوري وهو قاعد مع بنت صغيرة اسمها ماجي، وطبعا بتبقى فاكرة إنها بنته وإنه مخبي كل ده على أهله. بس لما بترجع البيت وبتقابله بتعرف منه إن البنت الصغيرة دي تبقى أخته من أمه، وبيقرب منها وبعدها بيقول لها إن اللي بيعملوه ده غلط وبيطلب منها ما تسيبوش يقرب منها تاني. بتدخل عليهم الأم وبتقوله إنها زعلانة منه علشان ما حضرش الحفلة، وبتقوله كمان إن ويل عايزه ومتضايق هو كمان. تاني يوم رافي أم نوا بتقرر إنها تعمل لها مفاجأة وبتروح تجيب لها دم بنفسه عشان يعيش معاها، وبتبقى فاكرة إن دي خطوة تخلي بنتها تفرح. ما كانتش تعرف إنها في علاقة معقدة بدأت مع نيكو اللي بيتضايق لما بيشوف دان. بس مش دي هي المشكلة، لأن نوا بتروح له جري وبتقوله إنها بعتت صورتهم مع بعض لدان، يعني لو شاف نيكو وعرف إن هو أخوها هيفضحهم. فبياخدها نيكو وبينط بيها في المية، أو بيخلي أصحابه يشغلوا دان أو يخلوه مش مركز قوي مع الناس اللي حواليه. وفي المية بيقربوا هما الاتنين من بعض، وبتحذروا نوا إن لو حد عرف اللي بينهم هتبقى مشكلة كبيرة. فبيقول لها إن هو مش هيسيب حد يعرف لأنه مش عايز اللي بينهم يخلص. بعدها بقى بيطلع الاتنين من حمام السباحة، ولما بترجع نوا أوضتها بتلاقي أمها جايبة لها ورد، أو بتقول لها إن دان هيعيش معاها في نفس الدور، أو تطلب منها تخلي بالها من نفسها أو بلاش تعمل أي حاجة لأن الوضع مش مستحمل. وبتتصدم نوا لما بتفتح الورد وبتلاقي مكتوب عليه رسالة تهديد وإنها هتدفع تمن اللي عملته. لما بتواجه دان بالرسالة بيقول لها طبعا إن مش هو اللي بعتها. في نفس الوقت ده كاروني بيتفق مع واحد صاحبه إن هو لازم يدمر نيكو، أو بيقرر إن هو يجهز لسباق جديد. لما بيطلع نيكو الشارع شوية بيعدي عليه روني بالعربية وبيفضل يستفزه لحد ما بيضربه وبتحصل بينهم خناقة بيرجع منها نيكو مضروب ومجروح. بس لما بيرجع البيت بتحاول نوا إنها تعالجه، وطبعا بتفضل تقرب منه وبتقوله إنها مش بتقدر تقاومه. بس المشكلة بقى إن دان بيشوفهم، وبتقوله نوا لو عايزها تسامحه على اللي عمله ما يقولش لأي حد على اللي شافه. وطبعا دان كان زيه زينا مش فاهم إيه اللي بيحصل ده، وعشان كده بياخد أول طيارة وبيمشي من المكان. تاني يوم بتلاقي برضه نوا حد بعت لها رسالة تهديد بس مش بتقول لحد، أو بتروح تركب العربية مع نيكو وأصحابه. أو في الطريق بيسألوها اتعلمت السباقات ازاي، فبيقول لهم نيكو إن هو شاف صورتها مع أبوها على الانستجرام وعرف إن هو كان سواق سباقات. بس بتقول لهم نوا إن هو خلاص مات لما داس على البنزين غلط، ومش حابة تتكلم في الموضوع ده أكتر من اللازم. لما بتسأل نيكو عن ماضيه بتقول لها صاحبته أنا إن هو عايش من غير أم عشان كده هرب من البيت وسافر المكسيك، وهناك اتعلم السباقات والكلام ده لحد ما رجع أسبانيا تاني عشان يعيش مع أبوه. بيوصلوا أخيرا مكان مجهول، وبرضه بيقرب نيكو منها وبيقول لها إن هو بيحس معاها بحاجات عمره ما حسها مع غيرها. وبيوصل أصحابه اللي بيشوفوهم مع بعض وبيقول له واحد منهم أنت مجنون، دي زي أختك. بس نيكو مش بيشغل باله بالكلام ده، وبيبدأ القتال. بس طبعا نوا مش بتحب المنظر ده وبتمشي من المكان، وبره بتقابل صاحبها اللي وصلها أول مرة، ولما بيقرب منها نيكو بيخلص ماتش وبيضربه هو كمان، وبيقول لنوا إن هو بيغير عليها وما يقدرش يشوف حد جنبها. بس هي كانت مش طايقاه، او بتقول انها ما تقدرش تقرب تاني من حد عنيف شكله، او بتسيبه وبتمشي. او من يومها بيعيشوا حياتهم هما الاتنين زي الاخوات عادي جدا من غير حتى ما يكلموا بعض.
بتشتغل نوا في مطعم. طبعا كل يوم بتشوف نيكو مع واحدة فيه، بس مش بتعلق ولا بتهتم، لحد ما في يوم بتلاقي رسالة تهديد جديدة وبتقف قدام المراية تتفرج على أثر الجرح اللي ببطنها. في الوقت ده نيكو كان مع أبوه، وأبوه بيقوله إن هو دور شوية في ماضي نوا وعرف إن أبوها حاول يقتلها زمان، بس أصابها إصابة في بطنها وكمان ضرب أمها وكان هيقتلها. بيقلق نيكو أكتر لما بيعرف إن أبوها لسه عايش وكان في السجن بسبب شهادة نوا ضده في المحكمة. إنما المشكلة بقى إن هو طلع من أسبوعين. طبعا بنعرف إن الشخص اللي كان مع روني واللي بيبعت رسائل التهديد دي كلها يبقى أبوها، اللي مراقب كل تحركاتها وعايز يأذيها. وفي يوم بيقف يستناها بره حفلة كانت فيها، ولما بتطلع بينزل علشان يخطفها، بس بيغير رأيه في آخر لحظة لما بيوصل نيكو اللي كان قلقان جدا عليها وخايف أبوها يوصل لها قبله. بتفتكر نوا إنها نسيت هدومها جوه البيت اللي كان فيه الحفلة، ولما بتدخل تدور عليها في الدولاب بتقفل عليها آنا. تفضل نوا تصوت لأنها بتفتكر اليوم اللي أبوها دخلها الدولاب فيه وهو في إيده السكينة. فبيجري عليها نيكو، بيفتح الدولاب وبياخدها في حضنه وبيفضل يهديها لحد ما يرجعها البيت. هناك بقى بينام جنبها على السرير لأنها كانت مرعوبة وبتترعش. بس تاني يوم بيدخل عليهم ويل، وطبعا بيتصدم من اللي هو شايفه، بس بيقوله إن ماجي أخته دخلت المستشفى. طبعا بيروح جري مع نوال للمستشفى وبيعرف إن نسبة السكر في دم ماجي قلت، وكمان بيفهم إن ماجي محتاجة أم ترعاها بدل ما هي على طول تعبانة لوحدها. وبعد ما بيطمن على ماجي بيرجع مع نوا، وفي الطريق بيقرب منها وبيقول لها إن هو ما كانش المفروض يسيبها في الشارع أول مرة قابلها فيها. بتقوله نوا إن دلوقتي أبوه اكتشف علاقتهم وهي مش عايزة الدنيا تبوظ أكتر من كده، وبتطلب منه إن دي تبقى آخر مرة يتعاملوا مع بعض بالطريقة دي. بيقضوا الليل كله مع بعض لحد وقت الشروق على الشاطئ. ووقتها نيكو بيقول لها ليه ما نهربش احنا الاتنين من المدينة دي خالص، بس طبعا بتفهمه نوا إن دي فكرة مش واقعية خالص، وإن هما لازم ينضجوا كده شوية ويسيبوهم من اللي هما فيه. في الطريق بينزل نيكو يشتري حاجات سريعة، ولما بيرجع بيكتشف إن نوا اتخطفت من العربية. بيرجع البيت يبلغ أهله اللي بيوصلوا لكاميرات المراقبة بيعرفوا إن اللي خطفها هو روني. بنشوف بقى بعدها نوا اللي بتفوق بتلاقي نفسها محبوسة في أوضة مربوطة فيها وبتحاول تجيب المية اللي على الترابيزة، وكل ده طبعا فاكرة إن روني هو اللي خطفها. لكن أول ما بتشوف أبوها بتترعب جدا، وبيقول لها جوناس اللي هو أبوها إن هو كان لازم يبعت لها الرسائل دي عشان يدي للموضوع شوية سسبنس. وفي نفس الوقت ده الشرطة بدأت تفتش أوضة نوا ولقوا رسالة تهديد، وبتعرف على طول رافي إنها من جوناس. بيتصل بيها جوناس بعدها بيقول لها إن هو زعلان منها علشان ما راحتلوش السجن ولا مرة، أو من الآخر كده بيقول لها إن هو عايز 1,000,000 يورو، والساعة 4 العصر عند تمثال مشهور، ولو الشرطة وصلت هيقتل نوا. لما بيطلع من جوه بيروح يضرب روني وبيقوله انت ازاي تخلي واحدة تكسبك في سباق، وطبعا هما الاتنين كانوا عارفوا بعض في السجن. بيوصل بعدها ويل ومراته بالفلوس وبيبقوا مستنيينه، وهو كان قاعد مراقبهم وهو مستمتع ان هما بيتعذبوا، لحد ما بيجي في دماغ نيكو فكرة وبيتبع عربية روني اللي كان أخدها منه، وفعلا بيقدر يوصل لمكان نوا، بس بيتفاجئ بالعربية طالعة وهي اللي بتسوقها تحت تهديد أبوها وبتهرب بيه. بتحصل مطاردة بينهم، ونيكو اللي مع الشرطية في العربية والناحية التانية نوا هي اللي مع أبوها. بس بالإشارة بيفهم نيكو اللي أخته عايزة تعمله وبيطلع يجري عليها بأقصى سرعته وبيلف فجأة، وبتقدر الشرطية إنها تضرب جوناس بالنار أو تخلص عليه عشان يخلص الكابوس ده للأبد. أو من تاني يوم بترجع علاقة نوا ونيكو من جديد، بس رافي مش بيعجبها الكلام ده وبتقول لويل إن هما لازم ينهوا الموضوع ده بأي شكل من الأشكال. وبكده يبقى قدر نيك إن هو يحمي نوا ويخلصها من أكبر خطر هدد حياتها وهو أبوها، بس كان لسه مش قادر يتحكم في مشاعره ناحيتها، وعلى الرغم إن هو عارف إن اللي بيعمله ده مش صح. وهنا بيخلص ملخصنا. يا رب يكون فيلمنا عجبكم، اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا.